أنا بقالي أسبوعين مش بنام غير ساعة ولا 2، وباقي الليالي كلها بقضيها قاعد في الصالة. نور الأباجورة الضعيف منور جنب الكنبة، التلفزيون مطفي، والهوا تقيل كأنه شايل معاه ريحة خوف. الخوف اللي بقى صاحبي من يوم الليلة دي. أنا مش من النوع اللي يصدق في العفاريت ولا في الهلاوس ولا في إن حد يقعد يطاردك بعد ما يموت. بس اللي حصل خلاني أفقد إيماني بكل القواعد اللي اتربيت عليها. أنا اسمي علاء، عندي 35 سنة، كنت متجوز من روان، البنت اللي ما صدقت إنها وافقت تبقى مراتي. كنت شايفها ملاك بجد، هادية، وشها مريح، ضحكتها تهد جبال، وكنا بنحب بعض حب عاقل وعميق. الجريدة كانت بتقول علينا 2 لاقيين نفسهم، وأنا كنت مصدق ده. لحد الليلة اللي قلبت حياتي، الليلة اللي لولا إني شفتها بعينيا ما كنتش هصدق إنها حصلت. الليلة اللي شفت فيها روان بعد ما ماتت. أنا مش هعرف أبدأ من نص القصة. اللي حصل لازم يتقال من أوله، ولازم يتفهم صح، عشان لو حد سمع حكايتي يا يصدق يا يفهم ليه أنا بقيت بالشكل ده. أنا هرجعك شوية لورا، 2 شهر بالظبط قبل اللي حصل. كنت عايش حياة عادية، شغل وبيت وعيلة صغيرة. روان كانت شغالة مدرسة موسيقى في مركز ثقافي، بتحب شغلها وبتحب العيال، وأنا كنت بشتغل في شركة مقاولات. زمان كنت بدخل البيت ألاقي ريحة الأكل وجوه دافي، صوت روان وهي بتندح عليا: اتأخرت ليه؟ أكلت؟ مش هتاكل؟ كلامها بسيط بس كان بيطمن القلب. لحد ما بدأت تغير. في الأول كنت فاكرها ضغوط، أي حد بيتضايق، بس الموضوع كان أعمق. بقت سرحانة كتير، وتبص في الموبايل كتير، وتضحك لوحدها، وأحيانا أسمع صوت رسائل على الموبايل وهي تجري تمسكه بسرعة كأنها خايفة حد يشوف. ساعتها الشك اتسلل، بس كنت بداريه. قلت يمكن مدرسين مع بعض، زمايل في الشغل، بس قلبي كان بيقول لأ، كان بيقول إن في حاجة غلط. جيت في يوم دخلت البيت بدري من غير ما أقوله، لقيتها واقفة في المطبخ ماسكة موبايلها وبتتكلم بصوت واطي قوي، لدرجة إني ما كنت سامع ولا كلمة، بس كنت شايف وشها، وش واحدة مش مراتي. لما دخلت اتخضت ورمت الموبايل جنبها بسرعة. وصلت بدري ليه؟ سؤال غريب. العادي تسأل ازيك عامل ايه، لكن بدري ليه دي بتتسأل بس لما حد بيخاف حد يشوف حاجة. من اللحظة دي عقلي ما بطلش يربط كل كلمة، كل حركة، كل تنفس، وبدأ الجحيم. في يوم تاني لقيتها نازلة من غير ما تقول لي رايحة فين. سألتها: رايحة فين يا روان؟ ردت: هخرج أغير جو، مخنوقة. الموضوع طبيعي، بس نبرة صوتها ما كانتش طبيعية. وبالليل لما رجعت كانت ريحتها مختلفة، البرفان اللي عمرها ما لبسته قبل كده. وقتها قلت لنفسي: يا علاء، لأ، ده تهويل، اهدى. بس الحقيقة كانت مستنياني، الحقيقة اللي كانت بداية النهاية. بعد كام يوم صحيت الساعة 1 بعد نص الليل أروح أشرب مية. عديت من جنب الصالة، لمحت النور خفيف جاي من تحت باب الحمام. روان جوه، بس الغريب مش إنها جوه، الغريب إنها بتتكلم بصوت واطي، وبتضحك ضحكة والله العظيم ضحكة عمرها ما ضحكتها معايا. ضحكة واحدة بتحب ومش بتحبني أنا. وقفت بره الحمام مش قادر أفتح الباب، مش قادر أصدق، مش قادر حتى أتنفس. سمعت آخر كلمة قبل ما تطفي النور: تمام، هشوفك بكرة. بكرة؟ مين ده؟ بكى في قلبي زي سكينة باردة دخلت من غير ما تحس. أنا مش بحب صوت العالي ولا بحب أعمل مشاكل، بس هسكت لحد إمتى؟ الغريب إني ما واجهتهاش، لأ، استنيت. قلت أراقب، أشوف، أفهم، يمكن أكون غلطان، يمكن. بس اللي هقوله لك هو اللي حصل، من غير زيادة، من غير نقصان. تاني يوم بعد ما نزلت من البيت قلت أروح وراها. أول مرة في حياتي أتجسس على مراتي.
بس قلبي كان بيدق بدرجة تخوف. هي قالت إنها رايحة شغلها، بس ما راحتش الشغل. نزلت محطة مصر، قعدت على كرسي كأنها بتستنى حد. بعد 7 دقايق بالظبط ظهر شاب أصغر منها بشوية، لابس لبس كاجوال، ولما قرب منها وشها نور ما شفتوش من سنين. ضحكت، قامت، حضنه. أنا وقتها حست إني مش موجود، إني شفاف، إني ولا حاجة. فقت لما لقيت دموع نازلة على خدي من غير ما أحس. كنت بص عليهم وهم ماشيين، راحوا كافيتيريا صغيرة في شارع جانبي ضيق وقعدوا يتكلموا. ما قدرتش أسمع، بس كنت شايف النظرات، الضحكات، لمسة الإيد اللي طول عمرها كانت بتحتفظ بيها عشاني أنا بس. شفت حياتي كلها بتتبخر في ثواني. هنا كانت اللحظة اللي قررت فيها أقتل. مش قتل روان، لأ، قتل علاء اللي كنت أعرفه، علاء اللي بيحب، علاء اللي بيسامح، اللي قعد مكان واحد تاني فاضي من جوه، مش فاهم حاجة غير إنه لازم ينهي الوجع ده. رجعت البيت، لقيتها سبقاني بتعمل نفسها بتطبخ عادي. انت كويس يا علاء؟ وشك أصفر. النفاق ده، نفاقها كان بيوجع أكتر من الخيانة نفسها. ما ردتش. رحت على أوضتي، فتحت دولابي، طلعت المسدس بتاعي، مسدس مرخص كنت بستعمله في الشغل، حطيته في شنطة الشغل. وقتها كان جوايا صوت هادي بيقول انت بتعمل ايه؟ انت مش قاتل. وصوت تاني مجنون بيصرخ هي اللي قتلتك الأول. روان ما كانتش فاهمة حاجة، كانت بتبصلي بخوف، بس خوف غامض، مش خوف من جريمة هي عملتها، لأ، خوف من واحدة بتخبي سر كبير. مش هتتعشى؟ أنا عملت الأكل اللي بتحبه. مش جعان، قلتها ببرود ومشيت. قضيت الليلة دي كلها في مكتبي في الشغل، مش عارف أعمل إيه. أواجهها، أقتلها، أقتل خالد، أقتل نفسي ورايح الكل. الجنون كان بياخد ويدي معايا لحد ما تليفوني رن. كانت أختها بتعيط بهستيريا. الحق يا علاء، روان عملت حادثة. روان؟ مع مين؟ فين؟ قلبي وقف. حسيت إن ده انتقام ربنا، حسيت إن أنا السبب لأني فكرت في القتل. وصلت المستشفى زي المجنون، لقيتها على سرير، كل وشها متغطي. الإسعاف قالوا إنها كانت بتعدي الطريق، عربية نقل خبطتها. الدكتور قال بكل هدوء البقاء لله، الوفاة كانت فورية. خلصت، ماتت. القصاص جالي من السما، لا أنا قتلتها ولا هي كملت خيانتها. الوجع وقف، لكن الوجع اتبدل بحاجة أفظع. جثة روان بقت تحت الأرض، وأنا بقيت تحت سقف البيت لوحدي. بدأت ألم هدومها، برفانها لسه في الجو، كل حاجة في البيت بتصرخ باسمها. بس أنا كنت مبسوط إن الخيانة ماتت معاها. حاولت أقول لنفسي الحمد لله إنها راحت وهي لسه مراتي، قبل ما حد يسمع وتتشوه أكتر. وفي أول ليلة لوحدي بعد ما رجعت من الدفن، البيت كان هادي بزيادة. الهدوء ده كان خنجر بيدخل في روحي. كنت قاعد في الصالة، شفت نور الموبايل بتاعها، ما كنتش عارف أعمل إيه. فتحت رسايلها مع خالد. الرسالة الأخيرة: أنا أسفة يا حبيبي، مش هقدر أجيلك النهاردة، علاء شكله عارف حاجة، بكرة أكلمك يا حبيبي. دي كانت آخر كلمة كتبتها قبل ما تموت. هنا انفجرت في العياط، عياط مجنون، مش عياط حزن، لأ، عياط غضب، عياط خزي، عياط خوف. انت عملت فيا ايه يا روان؟ ليه؟ فجأة حسيت بريحة البرفان بتاعها، البرفان اللي كانت حطاه يوم ما شفتها معاه في الكافيتيريا. برفان غريب ما كانش بتاعها، الريحة كانت قوية، جاية من المطبخ. قمت وقفت،
بصيت على المطبخ، كان ضلمة. مين هناك؟ صرخت، بس صوتي طلع مهزوز. مفيش رد، بس الريحة زادت، ريحة البرفان ده اللي بكرهه. ولمحت حاجة بتلمع في الضلمة، حاجة بيضة زي الضباب. الضباب ده بدأ يتشكل زي ما يكون جسم طالع من الأرض. وقفت متجمد، إيدي ورجلي ما بتتحركش، دماغي بتصرخ دي هلاوس، انت بتنهار. وقلبي بيقول لأ، دي هي روان، هي اللي كانت بتطلع من الضلمة. بس مش روان اللي في الصور، دي روان اللي شفتها في الكافيتيريا، لابسة نفس اللبس بس جسمها كله كدمات، وزي ما يكون لسه طالع من تحت العربية. وشها مشوه، بس عينيها بس كانت سليمة ومفتوحة للآخر، وبتبص لي. واللي شفناه النهاردة ده مش النهاية، دي كانت بس البداية، والجزء التاني هيكشف حاجات أخطر بكتير. لو القصة عجبتك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان الجزء الجاي هيقلب كل اللي فهمه راس على عقب.